انا نزلت فيديوهات قصيره لمده 3 شهور وده اللي حصل. في بدايه التحدي خدت صوره لعدد مشتركين القناه عشان اعرف التغير اللي هيحصل. بدات الشغل على اول ريل ولكن قابلتني مشكله وهي ان ازاي هحط احداث يوم كامل في دقيقه واحده بس. الموضوع بالنسبه لي كان شبه مستحيل، بس اتعاملت وحذفت كتير من المشاهد وحطيت اهم الاحداث اللي كانت في اليوم ورفعت الريل ده وكنت قاعد مستني المشاهدات بفارغ الصبر. في الاخر اكتشفت انه وصل ل 1800 مشاهده بالعافيه. في الوقت ده قررت ان ابطل استخدم موسيقى وده خلى التحدي اصعب. ساعتها ادركت اني لازم اذاكر اكتر عن عالم صناعه الريلز وازاي اعمل هوك قوي. اشتريت الكورس بتاع بهاء حنيش وذاكرته. اهلا بيك في كورس معالجه الانتشار. وعلى نهايه الشهر الاول كنت اتعلمت كتير ولكن لسه ما طبقتش، ورجعت تاني احاول اعمل فيديو جديد وقررت ان اروح الجامع اللي على 100 جنيه، وبالفعل صورت هناك وحطيت فيه مجهود كبير ونزلته. وببص على عدد المشاهدات لقيته جايب بتاع 1200 مشاهده، يعني تقريبا اقل من اول ريل انا عملته في التحدي. ساعتها احبطت جدا وكنت بفكر اوقف التحدي خالص، ولكن قلت خليني احاول تاني. واثناء ما انا شغال على فيديو جديد ببص على الفيديو اللي كنت منزله بتاع ال 100 جنيه لقيته انفجر ومشاهداته عدت 30000 مشاهده. ساعتها فرحت جدا وحسيت ان مجهودي ما راحش على الفاضي. ومع الوقت جربت اكتر من نوع محتوى زي التحديات والشروحات وغيره. كانت تجربه طويله وصعبه في نفس الوقت، ولكن انبسطت جدا بالنتائج اللي وصلت لها. ودلوقتي هوريك ايه اللي احنا حققناه. اول حاجه زدنا اكتر من 600 اخ واخت، عدد المشاهدات زاد 130 الف مشاهده جديده. تالت واهم حاجه فعلنا اول شرط من شروط الدخل اخيرا على القناه ووصلنا لاول 1000 مشترك. فولو لو عايز تشوف محتوى اكتر بالشكل ده.